الأخير معانا في الأخبار العالمية الحقيقة يخص أقباط المهجر. مظاهرة حاشدة لأقباط أمريكا بسبب نجع حمادي. واضح ان احنا مش هنخلص من نجع حمادي، وان أقباط المهجر نفسهم كتير وما صدقوا ان هم عايزين بين عشية وضحاها يؤججوا الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في مصر. نظم حوالي 15,000 متظاهر مسيحي بمشاركة 30 كاهن مظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجا على أحداث نجع حمادي. وردد المتظاهرون هتافات تشجب الاعتداء على أقباط مصر. الناشط المسيحي يعقوب كرياكي تقدم بمذكرة للأمم المتحدة عشان تتدخل في مصر لوقف الاعتداءات على الأقباط كما يزعم. وأكد كميل حليم الناشط المسيحي بأن الرئيس أوباما وصل له 4000 طلب بالتدخل فيما يتعرض له أقباط مصر، مشيرا إلى وجود رغبة في إقامة مؤتمر عالمي في القاهرة لمناقشة قضايا التمييز والاضطهاد التي يتعرض لها المسيحيون في مصر. أنا بقول لهم الحقيقة، قل موتوا بغيظكم. والدليل على كده ان الاسبوع اللي فات شهد حادثين في منتهى الأهمية لازم نتوقف عندهم. يعني زي ما بنرصد الأحداث وبنقيسها من زاوية بتاعتنا احنا ونوايانا الخبيثة لإثارة القلاقل والفتن والاضطرابات في مصر على غرار لبنان وعلى غرار السودان، عايز أقول لكم إنه في عامل مجاري مسلم عنده 59 سنة في 100 غمر وقع في بلاعة أو في بير وهو بيسلك البلاعات، وكان البير ده بقاله فترة كتير ما اتفتحش. شعر باختناق، استغاث. كان متواجد في هذه اللحظة 4 مسيحيين مصريين، حاولوا الأربعة ان هم ينقذوه، واحد تلو الآخر ونزلوا عشان يطلعوه. فعلا نجحوا كلهم يخرجوا، لكنهم الجميع أصيب باختناق. الأربعة اتنقلوا للمستشفى وماتوا، وما زال العامل في مستشفى في 100 غمر يتلقى العلاج. على المقابل مباشرة سواق توك توك كان راجع بيته، شاف ان في مكتب طالته النيران، مكتب محامي اسمه ماركوس عبد المسيح، والسواق اسمه محمد شعلة. الراجل انطلق بكل حب، ظن ان المحامي جوه المكتب، حاول يطفئ النيران مسكت فيه الحقيقة واصابته بجروح كثيرة جدا، والمحافظ صرف له مكافأة 5000 جنيه وزاروه هنئوه، ولكنه امس توفي، وأسأل الله جل وعلا أن يتغمده بوافر الرحمة. توفي وهو كان بيحاول يطفي نار موجودة في مكتب محامي مسيحي. لا المسيحيين سألوا العامل قالوا له أنت مسلم ولا مسيحي عشان نساعدك، ولا هو انتظر قال ده مكتب مسيحي ياك يولع أنا مالي، ما هم قرفنا ليل ونهار هم بأقباط المهجر. يا جماعة عايزين نقف وقفة عقل ونناشد الأخت النايبة جورجيت قليني اللي عمالة كل يوم تصرخ في مجلس الشعب ان الحادث طائفي طائفي طائفي. بنقول لها خلي بالك انت بتلعبي بالنار.